لو بتدوروا على وصفة تشرفكم قدام ضيوفكم أو حتى في عزومة يبقى لازم تكملوا الفيديو ده للآخر. كفتة فراخ مشوية زي الجاهزة بطعم يشرفكم ويخلي الكل يسألكم على الطريقة. تابعوا معايا الفيديو ده للنهاية. كفتة فراخ مشوية على الفحم بنكهة رهيبة وعلى البوتاجاز بسهولة وبدون شواية. الوصفة دي هتغير فكرتكم عن كفتة الفراخ، هتطلع معاكم طرية ومشدودة وطعمها فوق الخيال. يلا بينا على الطريقة. في البداية كده هنجيب الفراخ بتاعتنا سواء صدور أو وراك أو بانيه عندك، المهم تكون مخلية من العظم. أنا عندي صدور جاهزة كده، هجيبها بقى الاول واغسلها واحطها في محلول ميه وملح وخل وليمون واسيبها نص ساعه في المحلول. وبعد كده هشطفها شطفه كويسه تحت الحنفيه وهنقطعها بقى. طبعا كمان عندي صدور فبقطعها، لكن لو عندك بانيه جاهز قطعيه قطع صغيره او افرميه عادي في الكبه. لو عندك وراك برضو قطعيها كده خليها من العظم، في كلتا الاحوال لازم تكون مخليه من العظم. هنقطع بقى قطع الفراخ بتاعتنا مكعبات صغيره كده عشان لما نفرمها في الكبه تبقى ناعمه معانا. عايزين اهم حاجه تكون ناعمه معانا، واهم حاجه تكون الفراخ بتاعتنا ناشفه ما فيهاش نقطه ميه. بعد ما بتشطفيها بتحطها في مصفى تصفي ميتها خالص، ما يبقاش فيها نقطه ميه خالص. تمام كده قطعنا الفراخ بتاعتنا. والفراخ اللي معايا ديت كيلو الا ربع. هقول لكم برده مقادير ربع كيلو مقادير نص كيلو، خليكم مع الفيديو. كيلو الا ربع صدور فراخ باخد عليه 3 بصلات كبار، يعني على كل ربع كيلو صدور فراخ بتاخدي بصلايه كبيره، اكبر بصلايه عندك يا اما 2 متوسطين. كده اخدت 4 بصلات. انا معايا طبعا لازم يكون بصلايه كبيره، طبعا انا اخدت 4 بصلات لان في بصل صغير. هتقطعي بقى البصل مكعبات صغيره كده عشان خاطر نفرمه ويبقى ناعم معانا كده. تمام بعد ما قطعنا البصل بتاعنا مكعبات صغيرة كده، هنجيب بقى الكبة بتاعتنا وهنفرم البصل بتاعنا ده لحد ما يبقى ناعم معانا خالص. وعشان الكفتة بتاعتنا ما تفكش معانا في خطوات مهمة لازم نعملها وناخد بالنا منها. بعد ما فرمنا البصل بالشكل ده كده بقى ناعم معاكي خالص، او ممكن تبشريه بمبشرة. هنجيب بقى مصفى سلك ضيقة وهنجيب بولة وهنزل بالبصل بتاعنا وهنصفيه من المية بتاعته. مش عايزين نقطة مية في البصل خالص عشان الكفتة تطلع معانا متماسكة وما تفكش معاكي. هنعصر بقى تفل البصل ده من المية اللي فيه، مش عايزين نقطة مية خالص. حاولوا تهتموا بالخطوات البسيطة دي. هعصره بقى من المية بتاعته خالص، وهقول لكم بقى تفل البصل هنحتاجه في ايه ومية البصل ديت هنحتاجها في ايه. كده خلاص بعد ما صفيت تفل البصل ما سبتش فيه نقطة مية، وزي ما انتوا شايفينه كده بقى ناشف معانا خالص. ودي ميه البصل كده هركنها على جنب وهقول لكم هنعمل بيها ايه في الاخر. شايفين تفل البصل ناشف خالص ما فيهوش نقطه ميه. خلوا بالكم من الخطوات دي اهم حاجه. بعد كده هنجيب البرغل بتاعنا. البرغل ده انا نقعه في ميه لمده ربع ساعه، غسلته كويس ونقعته في ميه. طب كميه البرغل اللي هناخدها، لو هتعملي ربع كيلو من اللحمه المفرومه يبقى هتاخدي ربع كوبايه من البرغل. لو هتعملي نص كيلو يبقى نص كوبايه. انا واخده كوبايه الا ربع علشان عامله 3/4 او كيلو الا ربع من الفراخ البانيه. تمام. هصفي برضو البرغل بتاعنا من الميه اللي فيه، زي ما قلت لكم انا غسلته كويس ونقعته لمده ربع ساعه. بس لما بتنقعيه في الميه بينفش معاكي، فحاولي اهم حاجه تصفيه نهائي، ما تخليش فيه نقطه ميه خالص. تمام. هصفيه برضو بايديا كده عشان مش عايزه نقطه ميه، عشان لو في نقطه ميه برضو الكفته هتفك معاكي، فخلي بالك من الخطوات دي. كده هصفي من الميه بتاعته زي ما انتوا شايفين كده. وكده بقى كل حاجه جاهزه معايا، البرغل وعند البصل وعند ميه البصل، كل حاجه بقت جاهزه معايا اهو زي ما انتوا شايفينه كده. بعد ما صفيته بقى كده تمام. هنجيب بقى الكبة بتاعتنا، واول حاجة هنزل بيها قطعة كده من اللية او الدهنة. طب قطعة اللية دي قد ايه؟ قطعة اللية ديت 150 جرام. على كل ربع كيلو من اللحمة المفرومة بتاخدي 50 جرام من اللية الضاني او الدهنة اللي موجود عندك. لو انتوا بقى حابين الاكل خفيف كده ممكن تستغنوا عنها، مش مشكلة. يعني الناس اللي عاملة دايت والناس اللي ما بتحبش الدهون والحاجات دي بلاش خالص، ممكن تستغنوا عن الخطوة دي. بس اللية او الدهنة بتدي طراوة كده للكفتة وتخليها طرية معاكي وبتلمع. تمام. كده بعد ما فرمت اللية بتاعتنا زي ما قلت لكم على كل ربع كيلو بتاخدي 50 جرام من اللية او الدهنة. نزلت بالفراخ بتاعتي كده وهفرمها كمان مع اللية بعد ما فرمتها لحد ما تلم كده في الكبة وتبقى كلها قطعة واحدة اهو. بقت ناعمة خالص. هفرمها برضو كمان مرة كده لحد ما تلم مع بعضها كلها. شايفين لمت مع بعضها ازاي كده؟ تمام. بقت ناعمة كلها وقطعة واحدة. هنزل بقى بالبرغل بتاعنا بعد برضو ما صفينا المية كويس. خلي بالكم بالله عليكم الخطوات دي عشان الحاجة ما تبص منكم، حرام. اهم حاجة ما يكونش فيهم نقطة مية. نزلت كده بالبرغل على الفراخ برضو، وهضرب البرغل مع الفراخ لحد برضو ما يتفرم معاه كويس ويختفي خالص مع الفراخ. وكل شوية برضو بقلبه، بنقلبه بقى كل شوية كده لحد ما يتفرم كويس وكله يتقلب كويس مع بعضه، ما بقاش ليه اثر كده. تمام. شايفين ما شاء الله بعد ما قلبته ما فيش اثر ليه خالص مع البانيه. هنزل برضو بتفل البصل، واهم حاجة ما يكونش فيه مية برضو يا جماعة. انا بقول لكم الخطوات دي وبعيد وازيد فيها عشان خاطر ما يبص معاكم الحاجه، ما يكونش في نقطه ميه في البصل ولا نقطه ميه في البانيه ولا نقطه ميه في البرغل بتاعنا. دي اهم خطوات.
وكل شويه بقى بقلب كده لحد ما كله يبقى قطعه واحده بالشكل ده كده. شايفين بسم الله ما شاء الله بقى كلها ناعمه، مفيش اثر لا برغل ولا بصل ولا اي حاجه من دي خالص. بعد ما تقلب كويس في الكبه هنزل بقى بالبهارات بتاعتنا، معلقه ونص صغيره من الملح، ومعلقه ونص صغيره من الكوبيبه الصيني، ومعلقه ونص صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه ونص صغيره من البابريكا. هي دي البهارات بتاعتي وما بضيفش اي بهارات تانية. برضو لو هتعملوا ربع كيلو بتاخدوا نص معلقه من كل نوع، نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كوبيبه صيني، نص معلقه بابريكا. تمام كده نزلت بالبهارات بتاعتنا كلها وقلبتها كده بالشكل ده كده، بقت كده جاهزه معانا على التحضير. افضيها بقى في بوله واحطها في التلاجة لمده ربع ساعه وهبدا اشتغل فيها، عشان بتبقى طريه في الاول بس بعد كده بتتمسك معاكي، ما تقلقوش خالص. شايفين هي طريه شويه ازاي دلوقتي، بس بحطها في التلاجة 10 دقايق او ربع ساعه وبعد كده ببدا اشتغل فيها. مقدرنا مظبوطه 100%. يا ريت لو وصلتوا هنا لحد الفيديو، يا ريت بقى ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا كل جديد. كده هفضيها بقى في الطبق واحطها على رف التلاجة لمده ربع ساعه. بعد كده هنجيب بقى ميه البصل بتاعتنا، وهنزل بنص معلقه صغيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من الكوبيبه الصيني، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وعشان اديها لمعه كده الكفته تبقى بتلمع معانا هنزل بمعلقتين 2 زيت ومعلقه سكر صغيره، وهقلب بقى ميه البصل. وكده ميه البصل هتبقى جاهزه معانا، ويلا نشوف هنعمل بيها ايه. هنجيب بقى الكفته بتاعتنا بعد ما سيبناها في التلاجة. شايفين بسم الله ما شاء الله متماسكه معانا وحلوه زي ما انتوا شايفينها كده. هتشكلها بقى زي ما انت عايزه. هنجيب بقى السيخ بتاعنا، او عندك عصيان شيش طاووق، او عندك مفك كده اغسليه ونضفيه واعملي عليه. هندهن ايدينا من ميه البصل، بندهن برضو السيخ بتاعنا بميه البصل، وبعد كده بتشكلي بقى زي ما انت عايزه صوابع كبيره جنبه ماشي، عايزه صوابع صغيره زي ما انت عايزه. بندهن بس السيخ بتاعنا وبنشكل بقى بالشكل ده كده، بتطلع معاكي بكل سهوله. عايزه لكم والله طريقتها سهله جدا وكمان موفره معاكم. بندهن برضو السيخ، بعد كده بندهن ايدينا من ميه البصل، حاجه بسيطه خالص يعني، متحاوليش تبالغي برضو، تخلي ايديكي بسيطه خالص من ميه البصل، وتدهني السيخ. وبعد كده تاخدي قطعه اللحمه كده على السيخ وتشكليها بقى زي ما انت عايزه. وطول ما انت بتدهني السيخ بتاعك هتطلع معاكي بكل سهوله، وانت بتطلعيها زي ما انتوا شايفين كده. بترصي بقى في الطبق. بجد يا بنات طريقتها سهله جدا جدا، وكمان هتشرفك في العزومات. يعني لو عازمه حد ممكن تحطيها على سفرتك كده، هتشرفك جدا. ولسه هقول لكم كمان هنشويها بطريقه سهله جدا جدا على البوتاجاز زي ما انت بتجيبيها من بره بالظبط. بجد طعمها حلو قوي وتسويتها تطلع معاكي تحفه. خليكم مع الفيديو لحد الاخر. يا ريت لو وصلتوا هنا بقى لحد الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم كده، واشتركوا في القناه وخدوا جوله فيها. شايفين ما شاء الله بتتشكل معايا زي ما انا عاوزاها. خلاص بقى الكميه كلها وارجع لكم. وكده خلصت بقى الكميه اللي معايا. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله الصوابع بتاعتي جنبه كبيره، هتوفر معاكي كتير قوي. ممكن كمان تشيلها زي ما هي كده في الطبق بتاعها، بس بتغلفيها وتحطها في الفريزر، وقت ما تعوزي بتطلعي تشويها عادي. هنجي بقى للخطوه المهمه بتاعتنا. هنولع بقى البوتاجاز بتاعنا ونجيب بقى قطعتين 3 كده من الفحم، ونحطهم على النار لحد ما الفحم بتاعنا يستوي وبيحمر خالص. وكل شويه برضو بنقلب الفحم على الوش التاني لحد ما يستوي ويحمر معانا كده. تمام كده الفحم بتاعنا خلاص احمر كده من الجهتين خلاص. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا اللي انا بعمل فيها على طول. دي الصينيه بتاعتي بعمل فيها على طول، اللي بيتفضل منها تراب بسيبه زي ما هو كده، واعمل فحم واحطه برضو على الوش، واحطه برضو على البوتاجاز كده، واسيب بقى الصينيه بتاعتنا لحد ما تسخن خالص. بسيبها على نار متوسطه بس في الاول كده، واسيب الصينيه لحد ما تسخن معانا خالص، واحط برضو الشبكه اللي هعمل عليها، واسيب برضو الشبكه لحد ما تسخن معانا خالص. مجرد ما الشبكه تسخن معانا والصينيه تسخن معانا وتلاقي الصينيه بقى بدات كده تطلع في دخان، هدي بقى النار، تكون نار يعني مش واطيه قوي ولا عاليه قوي. تمام. وهترصي بقى الكفته بتاعتك كده بعد ما طبعا الشبكه بتاعتنا تسخن. ما تحطيش الكفته والشبكه بارده عشان ما تلزقش فيها. حاولي دايما تسخني الصينيه وتسخني الشبكه، اهم حاجه تكون الشبكه سخنه. رصي بقى الكفته بتاعتك بقى بالشكل ده كده، وما تجيش جنبها خالص لحد ما تتشمع وتبدا بقى تحمر معاكي من تحت. لكن لو هتقلبيها وهي نيه كده هتتكسر معاكي. ما تحاوليش تيجي جنبها خالص الا لما تتشمع وتمسك نفسها كده. بقى ههدي النار عليها برضو عشان خاطر تستوي براحتها، مجرد بس ما تتشمع من تحت.
وكده اتشمعت من تحت بسم الله ما شاء الله. وهقلبها بقى على الوش التاني. شايفين اللون الذهبي بتاعتها؟ عايزه اقول لكم ريحتها تحفه بقى، والبيت واخد بقى جو المشاوي بقى كده في البيت. وكالعاده بقى كبيركم واقفه ورايا عماله تنونولي عايزه حته كده من الكفته، بس طبعا ما اقدرش اديها لان طبعا بيبقى غلط عليها. بعد كده هنجيب بقى ميه البصل وبدهن برضو الوش كده عشان تطلع معاكي طريه وتديك اللون المكرمل الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم والله العظيم طعمها تحفه وطريقتها سهله جدا جدا. اعملي بقى كميه منها وشيلي بقى في الفريزر وقت ما تعوزي كده طلعي. خلص بقى الكفته كلها وكده يبقى الكفته بتاعتنا جاهزه خلاص. قوموا بقى يلا جربوها، طريقه سهله جدا جدا وموفره جدا جدا. والافضل ليكم تجيبوا فرخه من عند الراجل وتقولوا له اخليها لي، خلي البانيه لوحده وخلي الوراك لوحدها، هتوفر معاكم كتير جدا جدا. انا وفرت حوالي 80 جنيه. شوفوا بقى الفرخه بس وفرت فيها 80 جنيه. الفرخه كلها 2 كيلو 800 جرام، واخده الصدور بتاعتها بس، الصدور بتاعتها كيلو الا ربع، والفرخه اصلا ب210. فشوفوا بقى توفروا قد ايه. كده خلاص بقى الكميه اللي كلها اللي معايا، ودي كميه اتفضلت معايا برضو اهي. غلفتها برضو كده بالاسترتش واحطه برضو في الفريزر، وقت ما عوز بطلع واشوي براحته خالص. شايفين ما شاء الله كميه الطراوه اللي فيها، طريه وماسكه نفسها. وعايزه اقول لكم بقى ريحتها تحفه. قوموا يلا جربوها وقولوا رايكم في التعليقات تحت. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تبخلش عليا بالاشتراك في القناه وشيروا الفيديو ده عشان اكبر عدد يشوفه. ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. اشكركم على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.